ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ بص مبدئيا قبل اي حاجه الفيديو ده هيبقى طويل قوي فاهم؟ لو انت شايف ان الفيديو طويل او ممل او انا مش جاي معاك اللي جودي حاجه عند ربنا فاهمني؟ انا ما جيتش معاك اطلع من الفيديو. الفيديو بتاع النهارده جاي اكلمك عن اول مليون جنيه. الحوار خانقني او مضايقني، سميها زي ما تسميها. ليه بقى؟ لان في ناس بتقعد تتكلم معاها تقول لك ان المليون جنيه دي حاجه ضخمه وحاجه واو. يا ابني المليون جنيه مش حاجه، والله المليون جنيه مش حاجه. ازاي؟ انا جاي لك واحده واحده، بس عايزك انت تكون عقلك مدرك للي انا هتكلم فيه او ما تسمعش الكلام من هنا وخلاص فاهم. الفيديو اللي انا هعمل فيه مونتاج ولا هقعد اقصقص فيه ولا بص، عايز تتفرج عليه زي ما هو كده اتفرج، عايز تمشي تروح بتاع واحد كاتب كلامه على ورقه يقراه لك مره واحده دي بتاعتك. فاهم؟ انا مش طالع اضحك عليك، انا طالع اقول لك كلمتين، عايز تفهمهم تفهمهم مش تسمعهم، عايز تفهمهم افهمهم، مش عايز تفهمهم براحتك. ايه يا عم يوسف انت طالع اخدنا فيه؟ والله صاحبي انا جيت اتكلم مع واحد من صحابي، بقول له المليون جنيه ومش مليون جنيه، بيقول لي الدنيا صعبة مش الدنيا صعبة. يا جماعة ايه، مفيش وعي عن المال خالص، المدارس ما بتعلمش حاجة عن الفلوس خالص. ماشي انا معاك، بس انت ما بتدورش ليه؟ ما بتحاولش تفهم سيكولوجية المال ليه؟ بص، انا بكل اختصار جاي اكلمك مبدئيا عن سيكولوجية المال. والمليون جنيه دي عبارة عن ايه اساسا؟ هي على فكرة المليون قبل ما تكون في ايدك هي تكون هنا. لو انت ما بتفكرش فيها مش هتكون في ايدك نهائي. طيب ايه يا عم يوسف سيكولوجية المال؟ والله يا باشا انت بتنزل تشتغل او بتعمل حاجة عشان تاخد فلوس، فلوسك دي انت بتصرفها فين؟ بتصرفها في حاجتين، يا في خدمة انت بتتبسط بيها، يا اما بتصرفها في منتج انت بتشتريه عشان تتبسط بيه. كده احنا عرفنا او استشفينا من سيكولوجية المال بتيجي من حاجتين بس، الخدمة او المنتج. انت عندك ايه تقدمه للمجتمع عشان تاخد عليه مليون جنيه؟ فاهم حاجة؟ انت عندك ايه تقدمه للبشرية اللي حواليك تعرف تاخد منهم مليون جنيه؟ فاهم؟ يعني انا بحاول ابسطها لك على قد ما اقدر. فكر انت عندك خدمه ولا عندك منتج. الخدمه هي بكل اختصار اللي تقدر تقدمها تاخد فيها فلوس كويسه جدا، هي الخدمات اللي عن بعد، يعني ان انت تكون جرافيك ديزاينر، كوبي رايتر، مونتير، اي حاجه فيها خدمه عن بعد. تكون مودريتور يا عم، مش هقول لك انك تكون خارق، تكون مودريتور يا عم، بتعمل اداره للصفحات بتاعه الفيسبوك والواتساب، ايا كان ايا كان. بتعمل اداره لصفحات السوشيال ميديا كلها، يعني مش هتعمل حاجه، انت بتقعد تكتب بترد. الخدمات اللي بتقدم عن بعد دي خدمه. فاهم؟ المنتجات بقى عندك كل حاجه حواليك هي منتج، كل حاجه حواليك هي منتج. في منتجات رقميه وفي منتجات ملموسه، انت شوف انت حابب تشتغل في ايه واشتغل فيه. مبدئيا انت لو اخد بالك انا مش طالع اصور في السيت اب بتاعي، انا الكلمتين حارقين دمي وكان لازم اصور فيديو، فاستغلت الموقف يعني بيني وبينك. بس تعالى نحسبها مع بعض كده بلعبه ارقام. انا زي ما قلت لك قبل كده في فيديو الاي كوميرس ان المليون جنيه او ال100,000 جنيه اللي عملناها انا حسبتها لعبه ارقام. هي المليون جنيه عباره عن ايه؟ هقول لك انا المليون جنيه عباره عن ايه. المليون جنيه عباره عن 1000 منتج. نعم اه والله زي ما بقول لك المليون جنيه عباره عن 1000 منتج. طب ازاي؟ والله هي المليون جنيه بحسبة بسيطة، 1000 في 1000 بتساوي مليون، 1000 في 1000 بتساوي مليون. انا مش كاتب حاجه، انا طالع بتكلم معاك زي ما انا، بس 1000 في 1000 بتساوي مليون. يعني انا لو عندي منتج بكسب فيه 1000 جنيه، بعت 1000 منتج فانا عملت مليون جنيه. اه والله، اه والله بجد انا بكلمك بجد. انت بقى مصدق مش مصدق دي بتاعتك، عايز تروح لواحد يضحك عليك بكلمتين دي تريحك. والله اصل انت معلش يا صاحبي هكلمك على حاجه، لما تمسك ورقه وقلم وتقعد تكتب وتخطط لمستقبلك غير لما تكون قاعد على قهوه فاهم ومش شاغل بالك بالدنيا. القصه اللي انا جاي اكلمك فيها او اللي انا جاي اكلمك فيه انك حاول تفتح دماغك شويه. فاهم؟ كلنا مرينا بظروف زباله وكلنا مرينا بظروف صعبه وي وي وي، بس حاول تفتح دماغك شويه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ارباع الرزق في التجاره. تلات ارباع الرزق، الرزق تلات ارباعه في التجاره. انت فاهم حاجه؟ تلات ارباع الرزق كله في التجاره. ايه هي بقى التجاره اللي انا جيت قلت لك عليها؟ ان انت محتاج تمسك 1000 منتج، كل منتج يكون مكسبك فيه 1000 جنيه. زي ايه يا عم يوسف؟ زي ايه؟ والله صاحبي اقول لك، لو هنتكلم عن الديجيتال برودكت، الديجيتال برودكت اللي هي المنتجات الغير ملموسه زي الكورسات او فانت كده مش محتاج لا راس مال ولا محتاج الهوا اساسا. اطلع يا باشا شوف انت بتفهم في ايه، اعمل عليه كورس. ده ابسط حاجه، انا جاي لك بمثال بسيط. اعمل عليه كورس، اعمل عليه كتاب رقمي يا عم، اعمل عليه كتاب على السوشيال ميديا، اعمل الكتاب وبيعه. بيع الكتاب ب 1000 جنيه. ايه؟
انا واحد من الناس لو حسيت ان انت هتقدم لي قيمه مقابل ان انا هديهولك، هديك ال1000 جنيه عشان اخد القيمه اللي عندك. يا عم اقول لك والله يا جدع، لو بتعرف تلعب شطرنج اعمل عليه كورس ازاي تلعب شطرنج، ازاي تكون محترف شطرنج. فاهمني؟ استنى عشان انت حرقت صدري، اتقل. انا زي ما بقول لك، انت مش محتاج احنا حاليا في عصر كله ماسك في موبايلات، كله بيفكر ازاي يعمل فلوس اونلاين، انت لسه قاعد في مكانك. على فكره انا يمكن عارف ان القناه هنا ايه، لسه قليله شويه، بس انا ال100 واحد اللي عندي دول او ال110 اللي عندي، لما حد فيهم بيدخل لي مثلا يبعت لي رساله على الفيسبوك، بحس ان هو واثق فيا. لا انا لازم اديله كل اللي عندي، انا لازم اديله كل اللي عندي، لازم اطلع لك كل الطاقه اللي عندي، كل الحاجات اللي اصل معلش، انا لما اجي اقول لك على سر الرزق بتاعي، انت مش هتاخد مني حاجه ولا انا هاخد منك حاجه. فيا عم يوسف، بحسبه بسيطه زي ما انت قلت، انت عندك 1000 منتج، بتكسب في المنتج 1000 جنيه، كده انت عملت مليون جنيه. بلاش 1000 منتج يا عم، تعالى اقول لك على حاجه تانيه. هل انت صعب عليك؟ بلاش صعب عليك، تعالى بقى نتكلم بلغه البلدي شويه. هل انت عاوين انك تبيع 10000 منتج في سنه؟ لا. لو شغلت دي، لا. طيب ال 10000 منتج دول عايز ربحك يكون فيهم كام؟ والله عايز ربحك يكون فيهم 100 جنيه. 100 جنيه، ايه رايك؟ 10000 منتج، كل منتج بتكسب فيه 100 جنيه، بحسبه بسيطه على الاله، انت كده عملت مليون جنيه. ايه رايك؟ قسمها على ايام السنه كده 365 يوم، هتلاقي انت ما بتبيعش حاجه اساسا. كلام عبيط وكلام فارغ. يا عم على سنتين. انا عايز افهم انت ليه دماغك شغاله في الوظيفه؟ ليه دماغك شغاله في انك تكون شغال عند حد بيجي يديك اخر الشهر ملاليم؟ انت كده توب، انت كده برنس زمانك. ليه؟ انا مش فاهم دماغكم والله بجد يعني. مهما احاول اشرح ومهما احاول، لا يا جماعه، والله 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 والله، وهرجع اقولها تاني، احسن وقت كنت تبدا فيه هو من 20 سنه، وتاني احسن وقت تبدا فيه هو دلوقتي. بطل يا عم، مش هقول لك سيب شغلك، انا مش جاي اقول لك سيب شغلك، انا جاي اقول لك استغل ساعتين في يومك يا عم جنب شغلك. ومش جاي بقول لك خش اتفرج على الفيديوهات القديمه زي كل فيديو، انا عايزك تشغل دماغك، اعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، مين بيضحك عليك ومين بيتكلم معاك بجد، مين بيتكلم معاك بقلبه. افهم دي، لو فهمت دي هترتاح. خلاصة الموضوع، خلاصته. انت شايف نفسك فيرنا ولا فراري؟ الفيرنا انك تكون شغال عند حد، ده الاخر يعني. انا عشان ما بحبش الوك كتير، فاهم، او ما بحبش احرق معاك كتير، عشان هتلاقيني مش هطلع اتكلم معاك كل مره عن نفس الحوار. الفيرنا باشا، او انك تكون موظف عند حد، عمرك ما توصل حاجه. في واحد كان اسمه سان جيك او سان جوك، ده كان مؤسس شركه اتصالات في الصين. لما سالوه عن الوظيفه، قال له طبيعي انك لو جيت اديت للقرد فلوس تشتري بيها 20 كيلو موز، واديت له موزه، طبيعي القرد هيختار موزه، مع ان هو كان في ايده ياخد الفلوس يجيب بيها 20 كيلو موز، بس هو ما يعرفش ان الفلوس بتجيب موز تاني. فانت بتختار الحاجه الاسهل لك، انت بتختار الامان الوظيفي من الاخر، انت بتختار ان انا انزل، والله انا هنزل النهارده الساعه 12، هرجع الساعه 1 بالليل، فاهم، معايا 100 جنيه، والله انا كده مثلا ايه. شوف بقى انت بتعمل ايه، انا والله مثلا واحد بجيب سجاير علبه ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه، اجيب علبه سجاير، فاهم، واصرف الباقي. يا ابني انت بتعمل ايه؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ فهمني، انا عايز افهم انت بتعمل إيه؟ انت واعي لنفسك؟ ما تجيبهاش في الدوله، ما تجيبهاش في الدوله، كلنا عايشين في نفس الدوله، ما تجيبهاش في الدوله، انت واعي لنفسك انت بتعمل ايه؟ انا معاك ان الاقتصاد فوق والدنيا خربانه، انا ما بفهمش على فكره في الاقتصاد، بس الدنيا عالية ومفيش فلوس معاك في كل ده، بس احنا مطلوب مننا نشغل عقلنا. شغل عقلك يا عم، انت قاعد ما بتفكرش ليه؟ والله يا صاحبي انا بكل اختصار طالع اقول لك ان المليون جنيه بتساوي 1000 في 1000 منتج، 1000 ربح في 1000 منتج، او 10000 في 100 جنيه ربح. فشغل دماغك وبلاش تبقى، معلش ما تزعلش مني، بلاش تبقى غبي، بلاش تبقى غبي. لو هطلع اتكلم معاك كل شويه في نفس الموضوع، فاعرف ان الموضوع ملوش لازمه، انا ما ينفعش اتكلم معاك فيه، فاهم، خلاص بحرق معاك في حاجه انت فاهمها او حاجه انت سمعتها مليون واحد قبلي، فاهم. في اشخاص سين او صاد، سين او صاد ايا كان، هيطلع يقول لك والله انزل اتمرن، اصحى الساعه 6 الصبح، ايه يا ابني، في ايه، في إيه؟ انت رايح فين؟ انت جاي منين ولا انت رايح فين؟ انا مش فاهم حاجه. هو ايه اللي انزل اتمرن؟ طب وبعد ما انزل اتمرن يعني الفلوس هتجيلي لوحدها ولا إيه؟ مش فاهم. انزل اتمرن الساعه 6 الصبح وارجع واقعد اعمل تداول ايه؟
تداول ايه بتتكلم عن؟ انت عارف يعني ايه تداول اصلا؟ اللي بتعمل تقول لي تعالى اعمل تداول، والله ما انت عارف حاجه، والشركات دافعه لك فلوس. ما علينا، بعيدا عشان ما كنتش بلبخ على حد، بس ما علينا يعني. القصه كلها صعبه، في زي ما انا بقول لك ان الدنيا دي كلها قايمه على حاجتين، حاجتين بس: الخدمه او المنتج. شوف انت عندك ايه قادر تقدمه للناس. المنتج هو اللي هنصحك بيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت قبل كده قال ثلاث ارباع رزق في التجاره. وهقول لك تاني، احسن وقت كان تزرع فيه شجره هو من 20 سنه، وتاني احسن وقت تزرع فيه هو دلوقتي. شوف انت عايز تقدم ايه وقدمه. المنتج يا صاحبي هينقسم معانا الحاجتين: منتج رقمي ومنتج ملموس. المنتج الملموس ده هي اي حاجه حواليك تعرف تمسكها، اما المنتج الرقمي هو الحاجه اللي هنا تعرف تطلعها ديجيتال. ازاي؟ زي ما قلت لك قبل كده، كورس، كتب، انك تطلع تعلم حد حاجه، تخش يا عم تعالى يا عم علمني، انا عندك مهاره انا مش عارفها هتفيدني، تعالى علمهاني. انا اول ناس هتلاقيها بتدفع لك، ما دام انت هتديني قيمه هديك. ما هي الدنيا كده، هات وخد. لو انت هتديني قيمه انا هديك. فبكل اختصار اتمنى انا ما كنتش دمي تقيل عليك او بوخت عليك، بس انا والله مش محتاج منك، انا مش زعلان. انا بالنسبه انا ممكن ما اتكلمش عن الفيديو، اطلع اعمل لك فيديو في السيت اب بتاعي والدنيا تمام جميله واتكلم معاك عن حاجه ازاي تجيب فلوس، بس انا طالع عايز افتح عقلك ازاي تجيب فلوس، او مش ازاي تجيب فلوس، ازاي تمسك اول مليون جنيه. اصل يا جماعه والله النهارده مفيش عربيه بمليون جنيه. يعني انا مثلا واحد ببص مثلا على ام 8، فاهمني؟ النهارده الام 8 بتتكلم في 11 مليون. ف مش عارف، معلش الكاميرا اتهزت. النهارده الام 8 بتتكلم معاك في 11 مليون. هل انا لو فكرت بقى بتفكير او تفكيرك او تفكيره ايا كان ان المليون جنيه صعبه، هل انا هعرف امسك 11 مليون؟ مستحيل. مستحيل. الفلوس دي الحاجه الوحيده اللي هتحبها هتحبك، ما حبيتهاش مش هتشمها. اسمع مني، هتقول لي بقى الفلوس دي وسيله ومش وسيله. اه هي وسيله، بس لو ما حبيتهاش مش هتحبك. اسمع مني. هتقولي بقى يعني مثلا هلاقي حد من المنتقدين تحت عندي في التعليقات: والله يا يوسف هو انت عملت المليون جنيه؟ يا عم انت مالك يا عم، يا عم انت مالك، انت مالك بحياتي يا عم، خليك في حياتك. انت عملت ايه؟ عرفني انت ايه انجازاتك في الدنيا. ما تزعلش مني، انت عرفني ايه انجازاتك في الدنيا يا عم. يا عم انا عايز اتعلم منك يا صاحبي، افهم مني، انا خايف عليك، انا طالع اتكلم معاك عشان انا خايف عليك. انا مش مستفيد حاجه من كل اللي انا عامله وطالع او حرق الجزو، مش مستفيد حاجه. فاهم حاجه؟ انا عايزك تكون نافع لنفسك، نافع لعيلتك، نافع للناس عايزك الناس اللي حواليك تتشرف بيك، مش عايز لك اكتر من كده. وفي زماننا ده عشان حد يتشرف بيك لازم يكون معاك فلوس. معكش فلوس؟ انسى. انسى، انا جاي لك في الدغري، انا جاي لك صريح، مش هعرف الف وادور. انسى ان حد يبص لك. فهنلخص كل اللي قلته في عجاله: سيكولوجيه المال بتروح لحاجتين: الخدمه او المنتج. انت لما بتاخد فلوس بتصرفها على خدمه او منتج، تمام؟ سواء منتج استهلاكي او منتج ترفيهي. انت بقى عندك ايه تقدمه، خدمه او منتج؟ شوف انت عندك ايه تقدمه، وهلعب لك لعبه الارقام اللي قلت لك عليها، ان انت لو عندك 1000 منتج هتبيعه ربحه 1000 جنيه، فانت كده عملت مليون جنيه في سنه واحده. يا عم خلي عندك تارجت في دماغك: انا هبيع ال1000 منتج ده في سنه واحده. سنه واحده هتبيع ال1000 منتج، كده انت عملت مليون جنيه في سنه واحده. ومش هقول لك انت لو طالب لسه في ثالثه ثانوي هتعملهم، اقسم بالله هتعملهم، بس تشغل دماغك. تعالى لتاني نقطة أو تاني لعبة قلت لك عليها: إنك هتبيع 10000 منتج يا عم في سنتين مش في سنة، بما إنك لسه ما اتعلمتش تسويق. أو ممكن الموضوع يسبق معاك ويبقى ربنا باعتها لك من السما، إنك تتعلم إنك تبيع 10000 منتج، كل منتج بيطلع 100 جنيه. أيا كان المنتج، أنا مش طالع أقول لك على منتجات، كل منتج بيطلع 100 جنيه. فاهم حاجة؟ أتمنى تكون فهمت. طب هديك أمثلة على الحاجات اللي ممكن تشتغل فيها. والله يا صاحبي لو معاك رأس مال خش يا عم في العجل، في الموبايلات. معاك راس مال شويه خش في الموتوسيكلات. معاك حبه خش في العربيات، بس قبل ما تخش خش خليك فاهم، دور، انزل، اقعد مع صناعيه، اقعد. والله انا جاي يعني هتلاقي فيديو جاي او ممكن يجي كمان شويه. على فكره انا عملت فلوس من سكه مش كويسه. يعني انا مش هجيش معاك ان انا ملاك او ان انا طالع قاعد هنا حبه اتكلم معاك اقول كلمتين واطرشهم في فيديو وامشي. لا، انا عملت فلوس من سكك مش كويسه ومش فرحان بيها، بس انا هطلع اكلمك فيها عشان انصحك، عشان اقول لك اخرتها ايه معايا. فبرضه زي ما انا بقول لك شغل دماغك. معاك فلوس عربيه، معاك فلوس موتوسيكل، معاك فلوس في عجله، معاك فلوس في موبايل، ايا كان شغل فلوسك. انا زي ما بقول لك لو يا عم لو هتشغلها في العربيات
يعني بس انا ما اظنش ان ده يعني انت لو داخل تتفرج على الفيديو ده اكيد مش على العربيات، بس هي حسبه بسيطه. لو مسكت رينج العربيه يعني لو هطلع لك من عربيه 50,000 فانت محتاج 20 عربيه. 20 عربيه في سنه مش حكايه. في الموتوسيكلات محتاج يا عم 100 موتوسيكل، كل موتوسيكل فيه 10,000 جنيه، مش حكايه برضه. في الموبايلات بقى ايه اللي هتلاقيها شغاله معاك سريعه؟ في الموتوسيكل، في العجله هتلاقي شغاله معاك سريعه. في باقي المنتجات اللي انا ما بفهمش فيها هتلاقي في منتجات شغاله، هتلاقي كاميرات، هتلاقي البلاي ستيشنات، الحاجات اللي عليها طلب. فاتمنى كنت فهمت كلامي، لو زعلت حقك عليا، بس انا والله الموضوع حرق دمي. الموضوع حرق دمي لما انا اشوف اخ ليا او حد من سني متعقد من الحياه، او يطلع يقول لك المليون جنيه صعبه واحنا في دوله بنت مش عارفه ايه. ليه يا ابني؟ ليه؟ ماشي انا معاك ان الدوله هينانه، بس ليه؟ يعني انت طب انت ليه جايب العيب كله على الدوله؟ ليه عيب مش عليك؟ يقول لك والله ايه، بص انت بعد ما تزنق يقول لك والله عند اهلي. اهل مين يا عم؟ اهل مين؟ خليني ساكت انا معلش. والدي ووالدتي منفصلين، بس الدنيا عادي، مش اول ولا اخر الدنيا، فاهم؟ العيب مش من عند اهلك، ولا العيب فيك انت، العيب في ده. العيب في ده، لو ده ما بقاش شايف ان انت مليونير عمرك ما هتكون مليونير. فاهم حاجه؟ اللي وصل معايا لحد اخر الفيديو يا ريت يعني يثبت حضور تحت في الكومنتات، ولو عندك اي استشاره، عشان في اخواتي بيخشوا لي طبعا على الفيسبوك، هتلاقي الرابط بتاع الفيسبوك موجود عندي في القناه جوه، خش بص عليه. لو عايز تسالني في اي حاجه هتلاقيني هجاوب عليك. معلش لو بتاخر حبه، بس والله ضغط رسائل وانا اصلا ما بفتحش فيسبوك كتير، فخش اسالني انا هرد عليك والله. وانا بتعامل معاكم ان كلكم اخواتي، ما فيش حاجه بيني وبينك او حاجه معطراني عنك ان انا ادخل اتكلم معاك، او مفيش حاجه بيني وبينك. انا عايزك تنجح والله يا عم، انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تنجح بس. فاللي وصل معايا لحد هنا يكتب لي كومنت تحت، وهكون انا بشكره ان هو سمعني لحد الاخر، فاهم؟ ان هو قبل مني نصيحه بس. اتمنى اشوف وشك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.